سؤال أنا أقرأ من كتاب الوسائل للحر العاملي رحمه الله. تحت هذا الباب يقول: باب استحباب الأذان عند تولع الغول وفي أذن المولود وفي أذن من ساء خلقه. يروي رواية يقول: قال الصادق عليه السلام: إذا تولعت بكم الغول فأذنوا. هذه رواية أخرى يقول: وقال عليه السلام، يروي أنه من لم يأكل لحما 40 يوما ساء خلقه. رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تغولت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة. وهنالك روايات أخرى. فالسؤال هو: شنو المقصود بالغيلان هذه؟ لأنه وردت روايات في أنه تكون هذه في الصحاري. شنو المقصود بها؟ وللمخالفين روايات في هذه يعني يفسرونها، لكن عندنا نحن أتباع أهل لا البيت نقر نحن بروايات المخالفين التي تصف كائنا أسطوريا بعنوان الغول وما شاكل. هذا لا نقر به. نعم. وغاية ما هنالك أننا نحمل هذه الروايات إما على كون هذا يعني واحدا من هكذا من الجن من الكذا اللي اسمه الغول يؤثر يمس الناس كذا، على أساس كان خصوصا يمس الصبيان كما يذكرون على أساس، وإما أن نذكره لأنه هذا عبارة عن كناية لمرض مرض عصبي معين كان يصيب الناس وما شاكل، سمي بهذا الاسم، وهو لا يبعد عن كونه ذلك في الحقيقة. وأظن أن لدينا جوابا قديما على موقع القطرة حول هذا، يعني سألوني عن هذه الروايات على ما أتذكر، إذا هو أمير تشوفه بعدين. أتذكر هذه الروايات اللي ذكرت هذه الأسماء والمسميات، فلا بأس بالاطلاع عليه إن شاء الله.